الكل بيقولك اشرب ميه كتير، بس عمرك سمعت ان في ناس ماتت بسبب كده؟ انت بتتكلم جد؟ مات؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو. ايوه حرفيا في حالات حقيقيه حصلت فيها تسمم بسبب شرب الميه. تعالوا نحكي القصه كامله. تسمم الميه بيحصل لما بنشرب كميات ضخمه جدا من الميه في وقت قصير، لان الجسم مش بيلحق يتخلص منها. ده بيقلل الصوديوم في الدم بشكل خطر، وممكن يسبب تورم في المخ ويؤدي لغيبوبه او حتى الوفاه. اشلي سامرز. اشلي كانت مع عيلتها في اجازه في بحيره بولايه انديانا. حست فجاه باعراض جفاف، صداع ودوخه. عشان تخفف الاحساس ده شربت 4 ازايز ميه، كل واحده 500 مللي، يعني لترين ميه في خلال 20 دقيقه. وبعدها رجعت البيت، وهناك فقدت الوعي. تم نقلها للمستشفى، وتم تشخيص حالتها بتورم حاد في الدماغ نتيجه تسمم مائي. وماتت أشلي. عشان تموت أشلي سامرز يوليو 2023 وهي 35 سنة بس. جينيفر سترينج كانت مشتركة في مسابقة إذاعية نظمتها محطة في ساكرامنتو كاليفورنيا، وعشان تفوز بالجائزة وتاخد جهاز الفيديو جيم. والمسابقة كانت عبارة عن إنك لازم تشرب أكبر كمية من المية دون التبول. وكسبت جينيفر في المسابقة وشربت 7.5 لتر مية في وقت قصير جدا. وبعد كده بدأت تحس بصداع شديد وانتفاخ في البطن. وبعد ساعات توفت جينيفر، والطب الشرعي أثبت إن سبب الوفاة هو التسمم المائي. ورفعت عائلة جينيفر دعوى قضائية ضد المحطة، واتحكم لهم ب6 مليون دولار. وفي قصص تانية لناس حصل لها تسمم مائي، بس كفاية عليكوا دول. طيب نعمل ايه دلوقتي عشان ما يحصلناش كده؟ اشرب مية على فترات مش مرة واحدة. الجسم الطبيعي بيحتاج حوالي 2 لتر في اليوم على حسب طوله ووزنه. المية نعمة كبيرة، بس لازم نشربها بالعقل. خير الأمور الوسط. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.